تعثر النادي الاهلي امام نظيره الهلال السوداني بنتيجه 1-0 في مباراه صعبه وسيئه جدا من لعيبه النادي الاهلي. مباراه من اسوأ مباريات النادي الاهلي، ربع ساعه اولى فقط لا غير. النادي الاهلي موجود، النادي الاهلي بيقدم كوره، النادي الاهلي بيهاجم، ثم المستوى تحس فيه ارهاق، لكن اللعيبه كانت كلها خارج نطاق الخدمه. يعني انا اعتمد على بيرسي تاو واعتمد على طاهر محمد طاهر وعبد القادر وحسين الشحات كبلاي ميكر في الملعب. الناس كلها منتقده الفكره، لكن الفكره كانت هي عباره عن ازاي نتحول هجوميا بناس سريعه، اللي هو حسين الشحات وطاهر بيحفر من ناحيه اليمين، وفي بقى هنا سلاح المراوغات اللي هو عبد القادر مع سلاح التصويب من حسين الشحات. حسين الشحات مفيش ولا شوطه، والشوطه اللي جات له داخل ال 18 في الدقيقه 4 كانت ممكن تنهي المباراه، كانت ممكن تخلص كل حاجه، لكن هو اختار ان هو يشوطها بره. فده كواليتي برضو لعيبه. بيرسي تاو رجله بتخبط في بعض، مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين، هو بلعبه